أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. استطاع نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح إنه يفوز على بيرنلي متزايل الترتيب بهدفين للا شيء عشان يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا ب 42 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال اللي عنده مباراة قوية جدا بعد بكرة ضد ويست هام. النهارده ليفربول عمل أداء كويس جدا. صلاح كان متألق ولكن ما كانش معاه الحظ. الجون تألق وشال منه هدفين وكوره في العارضه وعمل اداء كبير، ولكن استطاع داروين نونيز انه يسجل الهدف الاول في الدقيقه 6 وفضلت المباراه متأرجحه، ولكن استطاع ديجو جوتا العائد من الاصابه في الدقيقه 89 اللي هو يسجل الهدف الثاني بصناعه لويس دياز. ليفربول كده بينافس بقوه جدا على الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله. السيتي هيلعب بكره ويبقى عنده ماتش ناقص، وارسنال طبعا هو المتصدر هيلعب ماتش قوي جدا ضد ويست هام. الماتش ده ويست هام طبعا فريق قوي وديربي لندني، هنشوف هل ارسنال هيفضل يكسب ويبقى هو في الصداره فرق نقطه ولا ليفربول اللي هيفضل على القمه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، والفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.